السلام عليكم زينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل راكم ملاح. اليوم جيتكم بوصفه حلوه عسل كيما نتوما، واللي هي بقلاوه تقليديه جزائريه بكل تفاصيلها التقليديه. البنات اكدوا لي على التقليديه لانها بنينه بنينه كيما تاع الزمان بالضبط، وراح نعطيها لكم كامل التفاصيل. هيا البنات باش نروحوا للوصفه، ديروا لي لايك، اشتراك وتفعيل الجرس، واكتبوا لي اي تعليق على الوصفه ولا على غير الوصفه يعني، ولا تحبوني ندير لكم اي حاجه. بسم الله. البنات العجينه هنايا عندي 4 كيلات نتاع فرينه. الوصفه التقليديه فيها 4 كيلات فرينه، واللي يحب يديرها عصريه يزيد لها ينقص نص كيلة نتاع فرينه ويكملها مايزينا. هنا درت رشه نتاع الملح، وراح نزيد عطر ماء الزهر. تقدروا تستغنوا عليه وديروا لافاني. انا هنايا استغنيت على لافاني ودرت عطر ماء الزهر، راح يعطيها واحد ليغو هايل. تقدروا ديروا في بلاصتها لافاني عادي جدا. هنا البنات درنا 4 كيلات نتاع فرينه، رايحه نديروها بكيله نتاع سمن. البنات درت انا كامل سمن، ورايحه نكمل نزيد شويه نتاع زيت فقط. تقدروا ديروا كامل زبده وزيت، زبده وسمن، وتقدروا ديروا سمن وحده كما تعرفوا تقليديه لازم تكون غير بالزبده، عفوا بالسمن. خليته دفى، مش دفى يعني برد، ما يكونش دافي البنات وما يكونش حامي. رانا في فصل الشتاء. راح نعطيكم طريقه راح تساعدكم انكم ما يديلكمش الكويرات. هذه طريقه تاع زمان بدون ما نبسوها البنات. شفتوا؟ درت الزبده السمن عفوا، وخلطت مباشره بالماء الزهر يكون دافي. درت ماء وماء زهر دافيين البنات، دفيتهم ما درتهمش حاميين وما درتهمش باردين. وكما راكم تشوفوا راني نعجن مباشره. وانا هاد العجينه البنات هي تقليديه البنات، هذه اللي نخدم بها لي كوموند نتاعي، ما نديرش فيها البيض. وخطرات يعني مره على مره ندير العجينه نتاع البيض والمايزينا تاني، هذيك نتيجتها روعه. لكن الطريقه اللي راح نمدها لكم راح ندير المايزينا في التوراق البنات، يعني مش راح ندير المايزينا في العجينه، لانه راح تجيني ناشفه بزاف. وبهذه الطريقه راح تجيكم مقرمشه وطريه كيما يحبها الخاطر. هنا البنات انا درت كيلة ماء وماء زهر، وزدت لهم واحد الزوج مغارف الى 3 ماء. العجينه البنات ما تكونش يابسه وما تكونش طريه بالبزاف، تكون مليحه تقدري تشكليها وما تيبسوهاش لانها راح تجيكم صعيبه في الخدمه. اي مبتدئه ولا اي وحده او ما راح تجرب البقلاوه ما تيبسوهاش البنات، لانه اذا يبستوها راح تجيكم صعيبه بزاف في الخدمه تاعها. الا اذا درتوها بالماشينه نورمال ديروها عادي، ما هي طريه ما هي يابسه. رايحه نلمها البنات. شفتوا الطريقه درتها لكم بدون تبساس، يعني ما نبسوها ما والو، وتجي نتيجتها رائعه جدا يعني على ضمانتي راح تجي بزاف بنينه. راح نعطيكم تاني الحشو، طريقه الحشو اللي راح تجي روعه في البنه البنات. جربوها شوفوا البنات القوام تاع العجينه الطريه وماهيش يابسه، يعني ماهيش طريه بزاف وماهيش يابسه. حاولت قدر المستطاع اني نعطيكم يعني كامل الاسرار تاع البقلاوه، وحبيتش انه يكون الفيديو طويل، لكن هذا وش قدرت ندير. كيما راكم تشوفوا البنات رايحين نكوروها. البنات الكويرات كيما تحبوا نتوما على حساب واش تحبوا، تقدروا ديروا 5 لتحت و7 الفوق ولا 6 الفوق ولا اللي حبيتوها. انا اليوم رايحه ندير على حساب العجينه نتاعي وعلى حساب المول اللي رايحه نطيب فيه. هنا البنات وزنتهم، درت لكل كوريه 100 غرام. تقدروا ديروا اكثر وتقدروا ديروا اقل كيما تحبوا نتوما. كورتهم، رايحه نكور كامل العجينه كيما راكم تشوفوا. راح نرجعها يعني هاي كيما راكم تشوفوا العجينه ليس ماهيش محبه، ما فيهاش الكويرات كيما يحب الخاطر، لكن ماهيش يابسه. هنا البنات انا راح ندير 6 لتحت ولا 5 لتحت و7 الفوق. راح نديرهم كاملين البنات في كيس بلاستيكي وخلوهم يرتاحوا. قد ما خليتي العجينه ترتاح كل ما جات النتيجه تاعها روعه. تقدروا ديروها في الليل وتخدموها الصباح، يعني قد ما خليتوها تاني مليح. ورانا في فصل الشتاء، خلوها في المطبخ عادي، ما ديروهاش في الثلاجه. راح نخليها ونرجع. هنا البنات حبيت نوري لكم باللي هنايا عندي حبيبات نتاع لوز، رايحه نديرهم في الماء يتنفخوا في الوقت اللي رايحه نخلي العجينه ترتاح باش كي نديرها في الفور ما تحرقليش. هنا البنات الحشوه اللي راح تجي روعه 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 في البنه. عندي 3 كيلات 4 كيلات قد الفرينه قد الكاوكاو.
تاع كاوكاو. الكاوكاو هذا درتو حمصته مليح، يعني مش تحمص بزاف، ودرت معاهم نص ربع كيلة تاع سكر. نصيحة لأي وحدة تحب دير البقلاوة، ما ديريش السكر بزاف، تقدري ديري حتى ربع مغارف فقط، ربع مغارف تكفي للبقلاوة لأنه راح تتعسل. كل ما كثرتي كل ما جاتك يابسة وتحرق لك. أنا البنات كيما تشوفوا درت مغرفة صغيرة تاع قرفة وعطر ماء الزهر، وهنايا عندي لافاني. هذا من البنات اختياريين، يعني تقدروا ديروا تقدروا ما ديروش، هذا منكهات نحبهم انا في البقلاوه باش الجون تاع الكاوكاو يروح لي. تحسي روحك تاكلي في الجوز. هنا البنات هذوك جوج مغارف نتاع جوز الهند، تقدروا تستغناو عليهم لكن روعه روعه روعه. مرة ندير اكثر من هاك. هذاك واش قعد لي جوز الهند، ودرت عطر اللوز. هذا البنات عطر اللوز المر، انا درت المر، هذا الاسود راح يعطيها لون وذوق، كأنك تاكلي في بقلاوة باللوز، راح تجي بنينة 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 بزاف. واهم حاجة في الحشوة انكم تديروا السمن، واحد زوج مغارف الى 3 نتاع السمن دايب، ونخلطوا كل هاد المكونات مع بعضهم. البنات انا هاد الطريقه هاد المرحله راني ندير فيها مع وقت العجينه، حطيت العجينه اكوتي وراني نخدم في الحشوه، رايحين يقعدوا يرتاحوا مع بعضهم. كاين اللي تقول لك خدموا الحشوه وقت اللي تحبوا ديروها يعني كي تولوا تبدو توجدوا. نصيحه من عندي، وجدوها وخلوا العسل ولا السكر يذوب، يعني راح تتعسل لكم وما تحرق لكمش في الفور. هذه نصيحه من عندي. ورايحه نشمخو مليح بالماء الزهر. شوفوا البنات كي نكورها رايحه تتكور لي، وكي نفتحها تتفتح لي، يعني راح نديروها شغل طعام كيما راكم تلاحظوا. هنا بعد ما شمختها البنات راح نخليها ترتاح مع العجينه. كيما خليت العجينه ترتاح راح نغطيها ونخليها ترتاح معاه. هنا بعد ما فاتت واحد 6 ساعات هكا، درتها الصباح والعشيه بديت نخدم فيها. شوفوا البنات هاد النقاط البيضاء دليل على نجاح العجينه تاعكم، باللي ارتاحت. كيما راكم تلاحظوا البنات، شوفوا رايحه نخرج قيس الطبقات نتاع لتحت، راح ندير 5 طبقات اسفل والباقي راح نديرو كامل الفوق. هنا البنات نحتاجو المايزينا كميه مليحه، لانه ما درناش ما درناش في العجينه. ما تخافوش يعني ديروا مش راح تجي البنه تاعها ابدا. هاد الطريقه عجبتني البنات بزاف. خير من تاع السمن صراحه، خير من تاع السمن بألف مره. وانك تحلي بالماشينه وكل شيء، هاد طريقه بسيطه جدا، راح تدي عليك واحد الوقت هكا فقط، حاجه بسيطه مش كيما العجينه تاع مش كيما تاع الماشينه، راح تدي وقت بزاف. كما راكم تلاحظوا البنات هنا رايحه نحل الكويرات وندير بين طبقه وطبقه المايزينا كميه مليحه. البنات ما تخافيش منها، كل ديري قد ما تقدر، راح تعطيك نتيجة روعة. كما لاحظتوا في بداية الفيديو شفتوا التوراق نتاع البقلاوة، روعة روعة، راح يعطيكم نتيجة هايلة هايلة. انا لاحظت انه البقلاوة اللي كي ندير بين طبقات السمن تجيني شوية ثقيلة، وتجيني ما يتورقوليش، يعني يتورقوا مش ما يتورقوش، لكن مش نفس النتيجة نتاع النشا. طريقة النشا هايلة هايلة هايلة. شوفوا البنات درت الطبقة هذه السفلية نديرها تحت، نديرها في الساشي ونخليها ترتاح. والوقت اللي درت الطبقة تاع الفوق، يعني واحد 7 طبقات، الى يعني قدر ما تقدروا ديروا على حسب العلو اللي تحبوه ولا التوراق اللي تحبوه. البنات بعد ما كملت خليتهم ارتاحوا، راح نبدا نفتح عادي جدا كيما نفتحوا البقلاوه. لكن هنايا مش رايحه نحهم البنات، رايحه نحطها كيما هي، ما نفتحش الورقات وندير بيناتهم السمن دوك نقولكم وقتاش نديرو، يعني راح كل حاجه راح نعطيها لكم بالتفصيل في هذا الفيديو. الصراحه شحال واحده طلبت مني ندير لكم الفيديو، والوقت لحد الان هذا وين قدرت نديره، خاطر خدمتها شويه معقده. باش نخدمها لازمني يعني كشغل تبغي ترتاح البقلاوه، يعني لازمني 3 ايام باش نقدر نحط لكم فيديو، فهمتوا؟ يعني تاخذ لي وقت تاع الراحه، تاخذ لي وقت نخدمها، والوقت اللي باش نقطعها راح نوري لكم كل تفاصيل تاعها باش تنجح لكم وتجيكم بنينه وكيما تحبوها.
جاتني وحده يعني صديقة قالت لي كي ندير البقلاوة ما يجونيش مورقين وتجيني الحشو يجيني مفتوح، يعني ما يقعدش متماسك. شوفوا نكملوا الفيديو البنات. شفتوا بعد ما فتحتها قد ما تكون الصينيه برك، ما نفتحوهاش بزاف وماشي لازم ترقوها بزاف، قيس الصينيه فقط. انا الصينيه اليوم درتها صغيره، تهزلكم حاجه قليله يعني ماشي كبيره. دوك تشوفوا يعني هذه درتها هكا حاجه قليله برك باش نوري لكم الفيديو فقط. انا رايحين نحو الزايد البنات، نحوه ما تخلوهش يعني حتى في الاخير تاني يزيدوا نحو. وهنا كي البلايص اللي يقعدوا لكم فارغين هاي كاينه العجينه، حطوا فقط فتحوها زيدوا كسلوها كما تعرفوا تاع الجناب هذو اللي منا يجوا شويه خشان، نزيدوا نكسلوهم شويه وتجيك الحبه روعه تاني. كما تعرفوا البقلاوه يشوت هاد صوالح كامل نحتاجوهم، ما نرمو منهم والو. كما لاحظتوا البنات فتحتها كامل. واش راح نديرو دوكا البنات؟ شوفوا الطريقه نتاع الحشوه يعني تقدروا تقولوا ضروريه، ماشي تحطيه وخلاص، تحطوها لازم تكون مسويه كامل. شوفوا الطريقه اللي راني نحط بها البنات، يعني نفتح ما نحطهاش مباشره، نوزع بيدي على كامل الصينيه كما راكم تلاحظوا. هذه اسهل طريقه وانجحها. قلت لكم نرجع للطفله اللي قالت لي بلي كي ندير البقلاوه الكاوكاو يذوب، مش يذوب يعني ما يحكمش روحه. شوفي البنات، شدوا كوبات، شدوا مغرف وضغطوا، مش ضغط بالقويه، اسووا السطح فقط، منها يتسوى السطح ومنها يتحكموا الكاوكاو مع بعضه. يعني راح تجي طريقتها باينه. وكي تقطعوا كيما شفتوني في بدايه الفيديو، شفتوا كي قطعت البقلاوه، شفتوا كيفاش دايره يعني حاكمه روحها مليح، ما تتفتتلكش وما يذوبش هذاك الكاوكاو على بعضه، تقعد البقلاوه حاكمه روحها. نروحوا البنات دركا للطبقه الفوقانيه، نفتحها كيما لاحظتوا هكا قد الصينيه نتاعي. راح يجيكم شويه لي شوت، لكن مش حاجه تقدروا ديروا بهم ديكور ولا تقدروا ديروا بهم اي حاجه. شفتوا البنات يعني راح نكيل بال بالصينيه تاعي، وراح نحطها فوق الكاوكاو، ونطلع الجناب باش ما تجينيش باش ما كي نجي نقطعها ما تتكسلش، ما يهربليش الشكل. هي البقلاوه البنات سهله ما فيهاش تعقيدات، لكن تبغي شوية تركيز، تبغي راحة البال، يعني تكوني لا ليها يعني هذاك النهار تقعدي غير على جالها، يعني باش ما تتقلقيش ولا باش ما تجيكش حاجة، باش ما يروحلكش الشكل تاعها على كل حال، وتجيك البقلاوة على قانيها. شفتوا البنات بعد ما قطعت جنابتي راح نضغط على الجنابتين هذوك نلصقهم في بعضهم، تاع الطبقة الأولى والثانية نلصقهم مع بعضها. هنا البنات ضروري تخلوها ترتاح. انا خليتها ساعة البنات قدقت، نغطيها ونخليها ساعة كاملة مكملة، ومن بعد نرجع لها. واش ندير لها البنات؟ نقطعوها. بعد هذا الوقت البنات راني في الليل نحضر في هذه الطريقة. عفوا، انا عندي هذا المول تاع المقروط، نحب الحبات يكونوا شوية كبار، واللي يحبهم صغار يديرهم كاريات. انا نحب البقلاوة تاع بكري ديك اللي تجي كبيرة، حبة تعمر لك العين كما شفتوها في بداية الفيديو، حبة ما تزيديش. كما راكم تشوفوا البنات قطعتها بالطول وراح نزيد لها بالعرض، راح نديرها مقروطات. شكلتهم غير بهذاك تاني، يعني ديت المقياس غير بهذاك الطابع. وتقدروا كل واحدة كيفاش تحب ديرها، مدورة ديرها في صينية مدورة، وديرها كاريات كيما تحب ديرها. انا درتها حاجة بسيطة يعني غير عادية، يعني ماشي حاجة ماشي تاع رويال ولا، ما درتش حتى الديكور، درت غير حبة تاع لوز. تقدروا ديروا الجوز. اللوز البنات كيما لاحظتوا باللي كي درت له الماء ما حرقليش، طاب لي روعه، ما حرقش ابدا. طبت البقلاوه مليح بصح هو ما حرقليش. هنا هاني نقي صفيته من الماء ورايحه نغرسه في الحبه مليح.
تعجبني البقلاوة كي تعود مغروسة بالكاوكاو ولا بالجوز، ونقول لكم علاه خاطر هذا الضغط نتاع اللوز راح يخليها تتورق. شتو كي نضغط عليها يتفتحوا الورقات. انا كانوا عندي غير هاد الحبيبات على هكا خليت هذوك فارغين، مش لازم نديروا لهم. المهم البنات انا بعد ما خليتها ليله كامله البنات، ليله كامله هذه الصباح رحت جبت شويه تاع السمن. دركا نديروا السمن البنات، السمن دركا راني قطعتها للتحت، يعني ما ترصيتهاش فقط درتها حتى لتحت، وريحه ندير لها السمن راح يشرب حتى لداخل. ديروا قد ما تقدروا السمن. انا درت يعني قيس قد ما قدرت، يعني واحد نص علبة هكا درتها قد الصينية اللي عندك. طيبتها البنات ساعة وحاجة كيما هكا، طابت لي وتحمرت لي. راها البنات اللون تاعها راه محمرة مليح، نحبها محمرة. التصوير فقط خاني هنا. بعد ما طابت لي وكملت درت لها العسل. العسل البنات ديروا لها قد الكاوكاو قد العسل. درت رطل وحاجة كاوكاو، رايحة ندير رطل وحاجة نتاع عسل. جاتني قد قد البنات، ما تجي معسلة بزاف ما تجي ناشفة، جاتني قد قد. انا درت الكاوكاو رطل وربع، درت رطل وربع يعني حاجة قليلة، يعني ما وصلتهاش الكيلو. شوفوا النتيجة البنات، روعة روعة روعة، نتيجتها هايلة البنات، نتمنى انكم تجربوها. جات مورقة طايبة من التحت ومن الفوق. وشوفوا الكاوكاو كيفاش طابلي على حبة ويجي طايب البنات، طايب طايب ماشي ني. هو الكاوكاو اذا جاني راح يعطي واحد القو ماشي الشباب كامل في البقلاوة. والنكهات اللي درتهم نتمنى انكم تجربوها، وتقدروا ديروا تاني شامية في الحشوة راح يجي هايل تاني، ولا السمسم جلجلان تاني راح يجي هايل في الحشوة. يعني الحشوة اختيارية كيما تحبي تبدعي فيها تبدعي وتجي بنينة. كيما راكم تشوفوا البنات، شوفوا النتيجة هايلة هايلة. على بالي عجبتكم، هيا ديروا الاشتراك وتفعيل جرس ولايك. شوفوا البنات حبيت نوريها لكم بكل الطرق لانها الصراحة ناجحة 100%. هذه راح نديروها في العيد وفي رمضان ان شاء الله اذا حيانا ربي، في اي مناسبة عندكم مع وقت العمرة. هاد الايامات نتاع العمرة راح يجي هايلة هايلة هايلة. والعلو هذاك هو البنات، كاين اللي يحب اقل تقدروا تنقصوا في الحشوة وديروا صينية اكبر من هذه، لكن انا حبيت تكون العلو نتاعها عالية شوية. كما راكم تلاحظوا التوراق ما شاء الله، كل ورقة في بلاصتها كيما نقولوا، كل ورقة مورق. شوفوا النتيجة ما شاء الله البنات. نتمنى أن تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم ما تبخلوش خدكم بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتكتبوا لي في التعليقات إذا عجبتكم الوصفة ولا تحبوا ندير لكم وصفة أخرى. إلى اللقاء، إلى ملتقى آخر إن شاء الله.